الحقيقة بدينا في المشروع بتاريخ 18/3 اللي هي زراعة أرضية الملعب، والحمد لله قارب الآن على سنة والأمر صار طبيعي الحمد لله بشهادة الجميع. العشبة ممتازة، وكذلك اليوم عملنا صيانة للملعب اللي هي الصيانة الدورية بعد كل سنة أو بعد كل 10 أشهر 8 أشهر نعمل صيانة. الصيانة اللي سويناها اليوم حقيقة هي عبارة عن خلطة من 4 مواد. المادة الأولى اللي هو المخصب مع رمل، نخلط مخصب رمل، يعني قلاصين رمل وقلاص مخصب ونخلطهم مع بعض ونوزع على الملعب. الملعب قبل ذلك ربعناه إلى 4 أجزاء، لازم تربع الملعب على 4 أجزاء، اللي هو بحيث أنك أنت توزع كمية السماد على 4 أجزاء بالتساوي.
فاخذنا المخصب 20 جونيه وزعناها على 4 كل جهه 5 جواني مخصب وجونيه مركب وجونيه 15 MBK. فوزعنا هذا كله على 4 جهات، والحمد لله الشغل بدأ. راح نتوقف خلال الفترة هذه بين 15 يوم إلى 20 يوم، بحيث إنه نشوف هل الخلطة أو السماد اللي سويناه حق الملعب جاب مفعول، هل صارت علائم أو بدائر علائم إنه أرضية الملعب صارت قوية والعشب صار جيد، وبعد ذلك إن شاء الله راح نستمر في اللعب. ولله الحمد الشباب مجهوداتهم، هذا العمل كله مجهود من الشباب اللي هو لجنة التعشيب، إدارة الفريق، الحمد لله يعني تكاتف الجميع، ما يعني شخص معين أو شخصين، لا بالعكس كل الجميع كل الشباب بارك الله فيهم بذلوا كل جهد، ضحوا بوقتهم، ضحوا بشو اسمه، عشان حقيقة أود أن أشكر كل الشباب اللي حضروا اليوم، وهذا دليل على أنه اسم على مسمى. يعني فريق التضامن فعلا اليوم أثبتوا أنه فعلا فريق تضامن، لأنه الجميع تضامن، الجميع تكاتف عشان ننجز العمل. بارك الله فيهم، وهذا شهادة مني أنا المتواضعة حق هذا الشباب، وكذلك شهادة من إدارة الفريق إنه هاي الشباب فعلا هم يتكاتفون، وأنا أشكرهم نيابة عن الإدارة وعن الجهاز الفني وعن كل عضو في فريق التضامن. أنا من عندي أنا أقول مشكورين مشكورين مشكورين، بارك الله فيكم. المشروع خلاص قيد الإنشاء وما باقي شيء إن شاء الله تعالى. قاعة الاجتماعات ودورة المياه، والمشروع الثاني اللي هو مشروع الإنارة خلاص يعني باقي الشيء القليل إن شاء الله بإذن الله تعالى وراح ننجز. تقريبا كلف 14,000 ريال. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للجوانب الفنية اللي الملعب وفرها للشباب، حقيقة نلاحظ أن الشباب بدأ بعض اللاعبين مستواهم يتطور، وأكيد إن إذا كان عندك ملعب معشب موجود في منطقتك يوفر للاعبين فرصة لأداء التمارين بصورة أفضل عن الملاعب الترابية مثل ما كان في السابق. واللي ألاحظه خلال الفترة الأخيرة من صفقة مدرب للفريق أن بعض اللاعبين تطور مستوياتهم بخصوص أرضية الملعب. الأرضية ممتازة والجميع يتكلم عنها، سواء الناس اللي جات تتمرن من خارج الفريق أو الناس اللي مرت تشوف حتى الفريق تشوف الملعب من الخارج. والأمور الفنية كثير، اللاعبين استفادوا أشياء كثيرة، قدروا يقدمون كل ما عندهم، قدروا يطورون من مستوياتهم، قدروا يعملون أي تخطيط، أي حاجة تطلبها منهم مدرب أو ما ودهم يسووها في إمكانياتهم اللي متوفرة معهم. وهذا اللي أقدر أقوله بخصوص أرضية الملعب، ونتمنى إن شاء الله التوفيق. هاي مسترفدين يا أبو هذا يستاهل.